السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ وش اخباركم؟ طيبين؟ معكم عبد الله أول مدران، واليوم راجع لكم بحلقة جديدة وبشيء جديد. قبل ما ابدا في الحلقة حاب انوه على نقطة مهمة، صدق المثل اللي قال الصديق وقت الضيق. انا اعتبركم كاصحابي، يوم اني احتجتكم وقلت ادعموني بلايكات وادعموني وانا احتاج دعمكم، بيضت الوجه كلكم يعني دعمتوني بشكل كبير جدا جدا، الله يسعدكم. شكرا لكم وشكرا لدعمكم لي. وبمناسبة دعمكم لي هذه يبي لها عرضة جنوبية، عرضة جنوبية سما سما. وباك يا شباب رجعت لكم. اوكي انا عندي مشكلة بقولها لكم بكل صراحة. في مطاعم تصنف المطاعم، في مطاعم يعني اكسيوز مي، وفي مطاعم هي محمد. اوكي انا عندي مشكلة في المطاعم اللي هذه فيها اكسيوز مي. في مواقف كثير حصلتني وانا اروح لهذه المطاعم. مطاعم اكسكيوز مي هذه انا فيني عقده منها مره، لاني انا ما اعرف شيء اسمه انجليزي ولا لي في الانجليزي، بس يو سبيك انجلش يس نو يس نو، هذه اللي اعرفها انا. برضه كمان الكلمه اللي اقولها انا دائما في حلقاتي ليتس جو واضرب الكاميرا كذا، هذا الشيء اللي انا اعرفه. في مواقف كثير حصلت لي في هذه المطاعم. في مره من المرات رحت اوف، في يوم من الايام كان معي 15 ريال بس، بوجهي ذا ب 15 ريال بروح اتعشى يعني في مطعم حلو فخم، مطعم الناس يمدحونه. فكان في مطعم معروف وفتح يعني جديد وكذا وعليه دعايات واعلانات، فقلت خلني اروح المطعم ذا يا ولد نشتري ونجرب ومن ذا الكلام. والله واروح المطعم ودخلت ما معي الا 15 ريال، طبعا 15 ريال بس. المهم وادخل المطعم هذا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وامسك سرع المهم ولين جاء الدور السرايا سرايا سري اوه سرايا سري. اوكي وانا ماسك السرا الا قاعد اطالع في اللوحات او الشاشات اللي عند هذا المحاسب، يا الوجبات يعني في وجبه ب 20، وجبه ب 25، وجبه ب 30، وجبه اقل وجبه كانت ب 18. يوم وصلت عند المحاسب خلاص اوكي قلت اعطيني المنيو، فاعطاني المنيو، فقعدت اقرا المنيو. قلت للشخص اللي وراي كان يستنى، قلت حبيبي تفضل انا باقي بكلم اهلي، شوفوا كيف التصريفه، تفضل حبيبي انا باقي بكلم اهلي بالجوال وشوف ايش يبغون وبعدها ان شاء الله بخش في السرعه، تفضل انت بعدي تفضل. انسحاب تكتيكي، سويت اني اكلم الو ايوه اختي ايش تبغين؟ انسحاب استراتيجي تكتيكي. وبعدها وين رحنا؟ رحنا بوفيه الامانه يا حبيبي، بوفيه الامانه ذي زي العسل، طلب لك واحد بيض عيون يا صديقي، واخذ لي بيض عيون، اقول له حمزه حق البوفيه اسمه حمزه زبط لي واحد بيض عيون، يزبط لك احلى بيض عيون. حمزه زبط لي بيض مسلوق، يزبط لك احلى بيض مسلوق، وكلها البيض مسلوق والذي ومع العصيرات تطلع 3 ريال. حتى دقيت على اهلي من جد قلت تبغون شيء؟ قالوا لي نبغى شيء، واجيب لهم البوفيه اهلي كلهم سندوتشات ومدري ويش، طلع الحساب 10 ريال توفير. وبوفيه الامانه والله العظيم جميله جدا صراحه. المهم بس البوفيات فيها عيب، اوكي فيها عيب. ايش العيب اللي في البوفيات؟ معليش نرجع لمحور الحديث. البوفيات فيها عيب. ايش العيب اللي في البوفيات موجود؟ العيب انه لما تقول له يا محمد حط كل شيء، اوكي يقول حط لك كل شيء على السندوتش، اقول له وحط كل شيء، اقول له كذا يا محمد حط كل شيء على السندوتش، يجي يفتح لك الصامولي، يبغى شطه ايوه يبغى ملح حط ملح، محمد يبغى شطه اخضر ايوه يبغى شطه اخضر، خلاص كل شيء قلت لك انا كل شيء حط كل شيء. ما هو تبغى شطه تبغى شطه خضراء تبغى اي شيء، خلاص ما يفهم يعني يقول لك كل شيء. يا ليتني ما اقول لك كل شيء، يبغى سلطه ايوه حط سلطه، انا اقول لك كل شيء الله يصلحك. بس في برضه العكس، لما انا اقول لك كل شيء، في مره من المرات قلت لك كل شيء ما عاد سالني حط كل شيء، حط كاتشب حط كل شيء، حط كاتشب على بيض مسلوق حط عليه كاتشب. فهذه بس سلبيات البوفيات، ولا الباقي كل شيء تمام. الاسعار حتى لما تخش للبنغالي يتكلم السلام عليكم وعليكم السلام مالك كيف حالك صديق، تكلم عربي بحت. وبس يا شباب هذا اللي كان عندي، اتمنى ان عجبكم استانستوا معي وغيرتوا جو شوي. هذا مقطع خفيف بسيط حبيت اقدمه لكم. الله يسعدكم في هذه الايام، انا محتاجكم ومحتاج دعمكم لي، ربي يسعدكم. في هذا المقطع ابيكم توصلونا 30,000 لايك ان شاء الله نقدر يا رب، قدها وقدود انتم. اذا عجبتكم سلسله اعترافات اكتب لي تحت في الكومنت واصل عشان اواصل فيها وانزل حلقات ثانيه. ماذابكم ما تتابعوني على الانستغرام وتويتر؟ رابط حساباتي على الانستغرام وتويتر تحت في الديسكريبشن. الله يسعدك، روح وسوي لي فيها فولو لب قلبك. وفي النهايه حاب اذكركم بشيء، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كان معكم عبد الله اول مدرال، فمان الله، مع السلامه.